مقموط لكم اياها اللبن واللبن مالتيات اللبن، ايضا زلاطه، بس احنا اللبن يعني ما يحتاج زلاطه. ايضا هذا الصحن يعني ساعة واحدة عدل. ايه بالضبط. يا وهسه راح تذوقها وتقول لنا رأيك شلونها. هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب كلكم بخير، وجعتيكم فيديو جديد. حبايبي هذا الفيديو قديم صورته ويا صديقتي، وحتى يعني حتشوفون شعر ماكو يعني مثل الاصلع. وين هذا الفيديو؟ مو بحنوفر، هذا برلين. انا صديقتي وقتها يوم صديقتي وسويت المقلوبة، ايضا حتشوفون طريقة المقلوبة اللي سويت لها صديقتي. وشباب نهاية الفيديو كل ما يعني نهاية الفيديو جاي اسوي لكم افضل 10 تعليقات، فما ادري هذا الشيء تشوفوه او لا ما اعرف، فيمكن يطلع من تعليقاتكم. وايضا راح اسوي الجزء الثاني من فقرة الاسئلة، اللي داجين وايد تعليقات، فقلت احسن شيء اسوي في الجزء الثاني من فقرة الاسئلة. فاي سؤال عندكم اذا كتبتوا الفيديو السابق او اللي قبله ما جاوبتكم فكتبوه هسه، ماشي؟ لان الفيديو الجاي حيكون فقرة الاسئلة، انا اختار لكم 15 سؤال او 20 سؤال، وهم اسوي لكم يعني فيديو حلو، ايضا اخذ تعليقاتكم وجوابكم. ماشي يابه؟ مشاهدة ممتعة، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وراح نوصل يعني شنو يعني 12,000، ما بقى شي شباب، فاشتركوا وفعلوا الجرس. وصلتكم أنا كلش أحبكم، لايك واشتراك. أوكي يلا شوفوا الفيديو، حتى بس شارككم لا حيضحك علي لا حد. لينا جا اسوي لي دا اسوي مقلوبة حبايبي. هسه احنا راح نسوي مقلوبة بطريقة جدا سهلة. مكونات الاكلة باذنجان وفلفل احمر اخضر وبتيتا وبصل وتم تنقعوه باللحم المفروم. راح نسويها حتى اسرع، خليكم ويانا. حلو. لينا جا تسوين؟ هسه دا نقشر الباذنجان ونسويه هيك طويل، وراها نقضيه بالزيت، شوية زيت يعني. لازم قدر الزيت يعني لازم يستوي لو نص يستوي لو يعني شوية يعني. هسه راح تشوفون انه يستوي يعني، لان هو هاي مقلوبة يعني. ايه. وبعد شنو يعني؟ وراها نحمس اللحم والبوتيتا ايضا نقضيها. هم تقشرين البوتيت همين؟ اي عشان لازم اقشر البوتيتا والبصل همين؟ والبصل وكل شيء يعني. هاي اكلة متعبة. لا سهلة هسه. والله هسه احنا بدينا بالخمسة، ان شاء الله بالستة تخلص. يعني ساعة؟ اي يعني تقريبا، لان انت لازم كل الشغلات تقضيها يعني. فالشغلة ان شاء الله سهلة. سهلة ان شاء الله يعني؟ اي سهلة يعني. وطيبة مقلومة. يلا حبايبي القوا الفيديو. حبايبي بعد ما لينا من الطماطم والبوتيتا والفلفل، ايضا البصل، هاي اللحم مفروم، ايضا هاي الباذنجان، هسه حنقليهن. وقوا الفيديو حبايبي. صديقتي هنا اول شي قلت الباذنجان، شوفوه هاي اول شي باذنجان. هاي نستوى؟ لا بعد هسه لازم يصير هيك يتحمر. سؤال. تبغى الباذنجان شنو عاد قلين؟ البوتيتا والبصل. حلو. حبايبي هاي جبنا قدر راح نسوي الرز بالله العراقية التمن. لينا سؤال، التمن مو يصير احمر؟ لا بس احنا راح نسوي ابيض، وراح نحط طماطم اطيب اشوف. ايوه نحط شويه بهارات وهاي على طريقتي. شوقتيني الاكله. ايه على طريقتي اطيب هي بعدين يتهدر. وما تنسون كذا تقرمون الباذنجان. الباذنجان يحتاج خلينا نشوفه يحترق يعني شوية. وين انا قلت ما طيب، شو كنت اوصل اكله؟ هسه بعد ساعة قلنا لك. هسه قصر. هسه ما صار. شوف التمر حبايبي. وهاي الباذنجان.
هيك ذهبي مطالعة. لأن ذا بيطلع الباذنجان صح؟ ايه وتخليه على كنيس حتى يمتص الدهن وهيك. بس سؤال ليش الباذنجان ياخذ دهن وايد؟ ما أعرف والله، يعني ما أعرف ليش الباذنجان ياخذ دهن وايد. صح، بس إذا واحد ما يريد ياخذ دهن يخليه بالطحن، هل يقدر يعني يغمسه بالطحن، بس هذا يعني مو المقلوبة. هسه احنا اكلتنا المقلوبة فلازم انه شو اسمه هذا شنو؟ لازم نقليه بدون طحين. بس للي يريد يعني اللي يريد يضعف هاي، أنا سويت يمكن ستوريات إنه يغير من نمط الغذاء، يغير الطحين الأبيض إلى الأسمر، يغير الزيوت. هي مو ممنوعة، هي أيضا الجسم يريد يستفاد من الزيوت والدهون. ليش؟ لأن الزبد والبتر هذا أيضا مهم. اللي يمتنع عنه نهائيا هو السكر الأبيض، هذا كلش عدو الإنسان. بس الزيوت مو هالقد مضرة بقدر ما السكريات والحلويات. هاي معلومة كلش مهمة. يعني لينا شو اسم قناتك؟ لينا أحمد. راح نحط الرابط تحت، وأنا عندي هواي فيديوهات للطبخ يعني شنو محتواك؟ شنو محتواك؟ محتوى متنوع، يعني على الغذاء، على الصحة، أيضا على الأكل. عندي هواي فيديوهات، فتابعوني وإن شاء الله راح ما تخسرون. حبايبي تابعوا، راح اخلي رابط قناتها بالوصف. إن شاء الله، وإن شاء الله راح تعجبكم هاي الأكلة. ان شاء الله. إن شاء الله. هسه راح نسوي بقى شنو؟ التمن المتروم، نحمسه ونحطه بقاع الجزر. هسه راح تشوفون. نقلي الباذنجان والرز هاي، يعني ما ننسى الباذنجان نقليه. هاي خلت اللحم مطعوم فوق البصل. راح نحمسه. هو شوية جامد، هسه راح نغطيه هسه يستوي. جامد. اي هسه راح نغطيه عشان يستوي. ترى الباذنجان يحتاج. هسه راح نطلعه. يلا طلعين. خلاني ابعد عن الطباخ. واحترقت مو؟ لا زين. هو هذا المطلوب، اللون الذهبي المطلوب. مطلوب مقلوبة صح؟ شوفوا حبايبي، شوفوا الباذنجان، والله خنفشاري. هسه خلينا نحول على البصل واللحم مفروم لحد الان جامد. لا هسه راح شوي يموت، بس لازم نغطيه. هسه تشوفون حبايبي، هاي خليت الباذنجان والبتيلة ايضا. هم ننتظر شوي لما يستوون حتى ناطر اللحم وهاي المقام. التمة شو اخباره؟ هسه التمة راح نهدره على هاي النار. فاليوم راح نسوي كرب السوبة. شو اسمه؟ كرب السوبة. اكو شغلات اول ما اسمع بيها. كرب السوبة هاي أكلة ألمانية، يعني شوربة القرع. المغاربة يحبون القرع، وحتى يتسووه ويا الأكل والهاي. دبالي على كيف لا تستعجلين.
هسه من نغطي راح يستوي. وهسه هاي التمن ايضا دا يتهدر. اوكي، والباذنجان خليكم ويانا حبايبي متابعين بقية طبختنا شلون راح النهائية. اهم شي هي الشكل النهائي والطعم وكل شي. خليكم ويانا حبايبي. جاي تسوين؟ هسه لازم نحط ملح وبهارات للحم المفروم. طبعا انا سبق وان قلت لكم تغيرون الملح من هذا الملح الى هذا ملح البحر، ملح هيمالايا. المهم انه ملح يكون هذا الخشن تطحنوه. وايضا راح نخلي فلفل اسود، 7 بهارات، اي شيء عندكم بهارات موجوده متوفره انه تحطون الطبختكم للحم المفروم. هسه احنا راح نحط ايضا فلفل اسود. اوكي، وايضا هسه كاري، وايضا بابريكا. اوكي، هسه نبدي نقلب. بعد جانب هسه احنا طلعنا اللحم، بس هسه راح نغطيه ويصير. شو اخبار البوتيتا باذنجان؟ هسه طبعا ما ننسى احنا دا نقويها. احنا هذا طبخناه حتى ما شوفوا حبايبي البوتيتا باذنجان. كل شيء لازم يتقلى ويتغير لونه الى الذهبي. طبعا التمن دا يتهدر الرز. التمن اي لا دا يتهدر. وايضا هسه اللحم المفروم. بس مو اضوء الفيديو لو. لا تشوفي واضح الفيديو. هسه حطينا اي نوع بهارات وملح كله للحم. وهسه راح تتابعون ويانا بقية فقرتنا شنو راح نسوي. حبايبي ابقوا الفيديو. ايه لا تعرفون الفيديو. ايه ترى الفيديو فد شي. خنفشاري. حبايبي تقريبا أكلة المقلوبة تقريبا خلصت على وشك انتهاء. هذا جدا يشوفوه. هذا نخلي فيه باذنجان والطماطة، او هي خلت تشرح لنا الطباخة ماهرة، طباختنا لينا. دقيقة بس دقيقة او اقل دقيقة. باذنجان، هذا بصل، بوتيتا، هذا اللحم مفروم، البصل ايضا. هسه شنو راح نسوي؟ هاي كلش مهمة. شو اسوي؟ نصفط الباذنجان هيجي. حلو. اوكي، نصفطه حتى نحط الغراض، حتى من نقلبها كل شيء يعني تمام. لينا جاي صفط باذنجان بالجدر. هاي العملية كلش مهمة، تصفيط الباذنجان حتى من نقلبها تطلع كل شيء مصفط تمام. عم الطباخة مارة، انت حتى غلبتي البوراق. هسه هاي اللحظات الحاسمة. هسه صفطنا الباذنجان، راح نحط يعني بقية المكونات مالتنا هي البصل والبوتيتا. اوكي، وهسه ايضا راح عندنا اللحم المفروم. اوكي، هم راح نحطه. كل شيء مستوي واحنا حمسنا قدامكم اللحم والهاي. حتى التمن احنا نص استوى سويناه. وايضا اذا حابين يعني تحطون طماطة، يعني هذا اختياري انه شوية ما قلت يعني الطماطة، بس هيك للنكهة. اوكي، هاي بابريكا. اوكي، راح احط الطماطة كلها. وهسه نجي نضيف الرز. الرز طبعا ايضا مستوي. شوف حبايب هذا الرز تمن. هسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. يعني هاي ايضا
هو مستوي نص استوى كله نحطه ونحطه هسه نهدره على النار. ها تحتاج اي بس اي ارجع بس شوية عن الطباخ يعني فد هيك 10 دقائق هي تهدر واقلبها. حلو. اوكي تابعوا ويانا الطريقة. واخيرا حبايبي جت المقلوب خلصت بلا ماني فارتش. طبعا ما طولت بس صدق والله صح. وكل شيء قبلان. هي بدأت في 5 وخلصت ب6 ساعة عدل. بالفعل. اي هسه راح نقلبها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مقلوبة كل شيء طبعا الجدر وهاي كل شيء ماكو جدير؟ لا ماكو. طلع مشاص ان شاء الله. اوكي. طبعا حبايبي مقلوبة لكم اياها اللبن واللبن مالتيات اللبن ايضا زلاطة بس احنا اللبن يعني ما يحتاج زلاطة. طبعا هذا الصحن يعني ساعة واحدة عادل. ايه بالضبط. يا هسه راح تذوقها وتقول لنا رأيك شلونها طيبة لو لا. ماشي حبايبي راح ابلش بالمقلوبة راح اكل واحدة الصراحة. بسم الله. لازم الصراحة. طبعا هذا اللبن يا الله بسم الله بسم الله. والله عشيز بالعافية حبايبي. طيب الله صراحة لازم تجربوها. طريقة سهلة يعني ما اتوقع بس السهولة يعني سهلة كلش والله. طبعا نينا اشكرك. عفوا. ورحم الله والديك. وان شاء الله اتمنى تعيدها الزيارة وان شاء الله عجبتك برلين. والله برلين عجبتني كلش وان شاء الله تجيني يمي ضيفة واخليك على عيني وعلى راسي. ان شاء الله. قناة هاي الفيديو حبايبي ان شاء الله الفيديو عجبكم. اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس راح يوصلكم ما هو جديد. مثل ما قلت لكم راح اخلي رابط قناتي وين بالوسط. اتمنى كل الناس تروح تشتركوا بقناتي لان قناتي حلوة وتنزل فيديوهات حلوة يوميات برماني وايضا بعد شنو تنزل منوعات شغلات يعني وصفات على الشعر. هالثاني لا تحكوني لازم اكل. هي خطية جوعانة والله. انا هم جوعان حبايبي راح اكل لان مو ماكل. فان شاء الله الفيديو عجبكم وانتظروني راح اصور فيديوهات ان شاء الله ايام الجاية. يلا ورسالتي لكم يا احلى ناس. باي باي. بطل انا بطل. باي باي.